جالي offer في back office بضِعف مرتبي، مع إن أنا مبسوطة في الشركة بتاعتي، لكن مش عارفة أعمل إيه، أخرج من الcomfort zone والّا ما أخرجش من الcomfort zone؟ السؤال ده باشوفه كتير، والنهارده حابب يعني أقول رأيي وهاسمع برضه رأيكم في الكومنتات. رأيي إن أنت لو النهارده في المكتب بتاعك أو في الشركة بتاعتك أنت مبسوط، comfort zone زي ما أنت بتقول، الناس محترمين وكويسين وبيتعاملوا معاك كويس، فأنت هنا في الحالة دي عندك حل من الاتنين، يا إما تاخد الoffer ده تتفاوض بيه مع الشركة بتاعتك وتحاول تضبّط بيه مرتبك أو تعلّي بيه مرتبك عشان ما تخسرش فرصة تضبيط المرتب، أو الحالة التانية إن هم لو ما اتفقوش معاك وما عرفوش يوصّلك لحتى رقم قريب من الرقم اللي جاي لك، لأ، اخرج من الcomfort zone وروح الشركة التانية، وحتى لو الدنيا مش أحسن حاجة وما انبسطتش، فأنت هتاخد فلوس أكتر لفترةٍ ما حتى لو مش طويلة. موضوع الاستقرار في الشغل ده ما بقاش شيء أساسي، المهم إن أنت تكون مرتاح ماديًا، لإن للأسف دلوقتي في مصر اللي ما معهوش فلوس بيتعذّب وبيطلع عينه، فأنت محتاج يبقى دخلك كويس عشان تعرف تعيش كويس. الcomfort zone مش وحشة، بس على شرط، يعني مش عايزين نشيطن الcomfort zone، بس على شرط إن تكون شغال في شركة كويسة، ليها career ليك career path كويس وتمام، الناس معاك محترمين، الناس مراعية الزيادات اللي بتحصل فبتعوّضك، كل ده تمام، comfort zone جيدة جدًا لو أنت إيه، لو أنت الوضع ده اللي أنا باقول لك عليه. إنما لو مش متقدّر بس أنت مبسوط عشان الشغل جنب البيت أو المواعيد مريّحة أو الكلام ده كله، بس بتاخد مرتب تعبان، لأ طبعًا لازم تخرج من الcomfort zone. قولوا لي في رأيكم في الكومنتات، إيه رأيكم في ردّي على السؤال ده؟ ولو أنتم ليكم رأي تاني أحب أشوفه في الكومنتات.